وقت أنا قش وندبينين إيريشي دولتها ترك سر مهنة في وضع حساس ده يعني أف دولت بحمي حمي أساليب إخوة وإيريشي متكي وقت أنا وجزانن إنه علي حلبي وشهبة كتنوي دكي وملتي ما قش أنا جاردي ملتي ما جاردي باجاري خودر كتن ام وقت قل في دكيل روج آباد في ام بشتا ملتي خبن بشتا إدارة خوني ذاتي بن بشتا قواتي خوني قصدي بن ام هيزا غوان برندن وام وقت شري قلي شورش قري ام جي ام دركم من طاغي خوا حاراتي خوا ام دورياتي خوا ام دركم دورياتي خوا ام حمايتها باجاري خوا بكن ام تجاري ام نسكن جبر اف دبيج وقت ام قش دبيجن دبي يا هبون يا تنبون اف وضعايا وضعك حساس ام تيدن وتجاري ام تركا ولاتي خناكن يعني تشقيسي دولتا ترك تشقيسي ايريشي ما بك ام سر عرضي خونه ما تعدل دولتها ترك النكري او هجومي متكي وتعدل المتكي والبنيه مني تحتي تخي وما بي كهرباء وما بي غاز وما بي بس ام جير بيجن ام اردوغان فاشيست بيجن ام تجاري ترك عرضي خناكن وامل سر بيابن امي بشتا هيزي خبن امي بشتا قصديبن ويا فكيبن ومي بشتا يا فجيبن انه هاو خلاص يعني تشقيسي ايريشي ما بك ام شتناطرسن ام ابدا شتناطرسن يعني حياه بيت ايريشي ما بك ام يدوجه تتبسكن وحياه نقطاك خوينجي بلاشي مذهب ام بشتا هفالي خبن وما بشتا اداره خواني ذاتي بن وام ترك عرضي خناكن وبيجي سروكابو وبيجي سروكابو وبيجي سروكابو انه نحن كشعوب موجوده بجميع مكوناتها طبعا سواء كانوا سريان ولا كرد ولا عرب معنيين بهذا معنيين بالدفاع عن اراضينا طبعا الاداره الذاتيه ومثل ما ذكرت طبعا تركيا هي هدفها الوحيد هو اضعاف الاداره الذاتيه فنحن راح نكون متضامنين اكيد يعني وايد وحده برد اي عدوان ممكن انه يصير على الإدارة الذاتية طبعا نساء ورجالا في تعبئة عامة بهذا الخصوص وفي نفير عام طبعا وكلنا مستعدين انه ننضم صدقا يعني نساء ورجالا الى قواتنا قوات سوريا الديمقراطية قسد ونتعاون معهم كمان وندافع عن اراضينا بكل ارواحنا طبعا. مخططات كانت موجودة سابقا وكان نشتغل على هاي المخططات دوليا لكن الاحداث المتسارعه يعني بشكل يعني لحد هلا مو مفهوم يعني مين وراء هاي الاحداث صراحه يعني تركيا نفت علاقتها بهذا الموضوع الولايات المتحده كمان نفت علاقتها بهذا الموضوع طبعا الحل الوحيد لسوريا هو الحل السياسي صراحة يعني النظام طبعا في قرارات بهذا قرارات الأمم المتحدة بخصوص الحل السياسي بحيث انه جميع فئات الشعب انه تقعد على طاولة واحدة ويتم الاتفاق يعني تفادي لهي الصراعات الموجودة والقوى الموجودة على هاي الأرض لكن النظام المتعند برأيه واللي هو عم يتبع الحل العسكري دائما فهذا عم بيأثر سلبا على سوريا بأكملها وعلى شعب سوريا بأكملها. طبعا هلا حاليا تدخل النظام عبر طائراته وروسيا طبعا هلا حاليا فهذا عم بيسبب كوارث يعني كارثه فعلا يعني بحلب قصف عشوائي على اماكن سكنيه وعلى الشعب يعني اعزل فهذا عم بيسبب وفيات جرحى دمار شامل فهذا طبعا هذا الشيء هذا مو حل يعني لازم الشعب باكمله طبعا برعايه الامم المتحده انه يكون في حل سياسي يتوافق مع جميع طبعا مكونات الشعب وفئات الشعب حتى ننهي هاي المهزله. نحن كمكون عربي وجميع المكونات ندين هذا الهجوم وطبعا هدف هذه الهجوم المفاجئ تقسيم الاراضي السوريه نهب خيراتها تهجير الاهالي صهر ثقافات المجتمع. طبعا نحن ندين هذه الهجمات ونحن بدورنا نقاوم جميع المكونات النساء وأيضا من جميع الأعمار نساء ورجال وأطفال
لندافع عن بلدنا وأرضنا وعرضنا. هذه الهجمات تهدف لكسر مشروع الأمة الديمقراطية، ونحن بدورنا وجميع المكونات نقاوم هذه الهجمات وهذه المخططات الرأسمالية، وإن شاء الله سنحرر سوريا.